عشان اسلم على صالح سليم. بجري ولابس البيجامه، قعدت اجري من شارع القصر العيني لغايه كوبري قصر النيل، لغايه ما كنت هموت، فعلا كنت هموت، مش قادر اخد نفسي عشان اسلم على صالح سليم. صالح سليم علامه فارقه في النادي الاهلي طبعا، لم ولن يتكرر. اهلاوي ولا زملكاوي؟ لا اهلاوي. بقول لك صالح سليم تقولي لي زملكاوي. اجيال كتير ما تعرفش مين الكابتن صالح سليم. انا جاي في الفيديو ده احكي لك قصه الكابتن صالح سليم من ولادته الى وفاته. اسم صالح محمد سليم، اتولد سنه 1930 في حي الدقي بالقاهره. والده دكتور معروف جدا وهو الدكتور محمد سليم. وهو صغير كان متعود يلعب كوره في الشارع. بعد كده دخل المدرسه الثانويه السعيديه، نجح في اختبار عمله له عزيز افندي مدرس التربيه الرياضيه علشان يضمه لفريق المدرسه. عشان مين يشوف وهو بيلعب في المدرسه؟ حسين كامل، وده كان اهم الكشافين في النادي الاهلي. وقتها انضم لاشبال النادي الاهلي وعنده 14 سنه. صعد للفريق الاول في سن 17 سنه. اول مباراه خاضها كان ضد المصري البورسعيدي. ساعتها كلمه مختار التتش وقال له مقوله فضلت في اذهان الكابتن صالح، قال له العب من غير اي خوف، علشان يقدر صالح سليم يسجل هدف الفوز ويفوز النادي الاهلي يوم على المصري البورسعيدي 2-1. وهنا بدات الناس تحط عين على موهبه شابه طالعه وبقوه الصاروخ، علشان هو عنده 20 سنه تبدا رحله المايسترو مع منتخب مصر اللي استمرت لاوائل الستينات. كابتن صالح سليم كان قائد منتخب مصر في سن ال 29، وده كان في افريقيا 59 اللي قدرت تفوز بها منتخب مصر عشان يكون كابتن صالح سليم كابتن الفريق ساعتها. سنه 63 دق الاحتراف باب الكابتن صالح عن طريق نادي جراتس النمساوي، وتم استقباله بمؤتمر صحفي كبير جدا في النمسا. ولعب مع فريق جراتس النمساوي 6 مباريات وسجل 3 اهداف، عشان الصحف هناك تكتب انه افضل لاعب محترف في النمسا ساعتها. كان القدر لعب لعبته، ونتائج النادي الاهلي هنا في مصر ما كانتش ولا بد. عشان يستدعيه النادي الاهلي ويقرر كابتن صالح سليم يرجع على الفور، لانه كان عاشق لتراب النادي الاهلي. وقتها جاله عروض من ايطاليا والنمسا لكنه رفض كل العروض. فضل المايسترو صالح سليم في النادي الاهلي لسنه 67 عشان ساعتها يقرر الاعتزال في سن 37 سنه. كابتن صالح سليم حقق مع النادي الاهلي 11 دوري من اصل 15، وقدر يفوز ببطوله الدوري 9 مرات متتاليه، وده رقم قياسي. فاز ببطوله كاس مصر 8 مرات، وقدر يكسب كاس الجمهوريه العربيه المتحده سنه 1961، وقدر يفوز مع منتخب مصر ببطوله كاس افريقيا سنه 59. صالح سليم هو اللاعب الوحيد اللي سجل 7 اهداف في مباراه واحده، كانت ضد الاسماعيلي سنه 58، وقدر النادي الاهلي يكسب ساعتها 8-0. صالح سليم حصل على وسام الشرف من الرئيس جمال عبد الناصر سنه 62. هو راكب على ظهر باخره رايحه بورسعيد، اتعرف على زوجته زينب، حبها من اول نظره واتجوزها فعلا وخلف منها خالد وهشام سليم. وزي وقتنا الحالي اي نجم بيسطع نجمه كده في سماء كره القدم على طول بيخش مجال التمثيل. ده حصل مع كابتن صالح سليم بسبب شعبيته الكبيره. عمل افلام زي السبع بنات والشموع السوداء والباب المفتوح، لكنه ما كانش مقتنع بموهبته في التمثيل، وقال لو رجع بيا الزمن مش هكرر التجربه تاني. كابتن صالح سليم في بدايه السبعينات اشتغل مدير كوره في النادي الاهلي. ساعتها النادي الاهلي كسر الدنيا بلاعيبه صغيره ومدرب اجنبي. ده بسنه ترشح في انتخابات النادي الاهلي على مقعد الرئيس، وخسر بفارق بسيط عن الفريق مرتجل، علشان سنه 80 يقدر يترشح تاني ويفوز ويكون رئيس النادي الاهلي من سنه 80 لسنه 88. وقدر النادي الاهلي يحقق في عهده 16 بطوله، من ضمنها بطولتين دوري ابطال افريقيا سنه 82 و87، عشان يجي رئيس نادي تاني بعد الكابتن صالح وهو الكابتن عبده صالح الوحش. نتائج النادي الاهلي خلال سنتين من تولي الكابتن عبده صالح الوحش رئاسه النادي ما كانتش ولا بد. كان سنه 90 يرجع الكابتن صالح رئيس النادي الاهلي من تاني. 6 فبراير 92 تم انتخاب الكابتن صالح رئيسا للنادي الاهلي من جديد، وفضل في النادي الاهلي لحد عام 2002 وده وقت وفاته. خلال الفترة دي حقق الأهلي العديد من البطولات، وأميزها كان دوري أبطال أفريقيا 2001 على حساب صن داونز الجنوب أفريقي، ودي كانت ثالث بطولة دوري أبطال تخش النادي الأهلي. كده ال3 كانوا في عهد الكابتن صالح. عهد الكابتن صالح حصل النادي الأهلي على جائزة نادي القرن الأفريقي وتسلمها الكابتن صالح بنفسه. سنة 98 بدأت رحلة كابتن صالح سليم مع مرض السرطان. للأسف الورم ده ساعتها ما كانش يمكن استئصاله، لأن النص الأخير من الكبد كان فيه تليف تام. ساعتها ما كانش ينفع يتم زراعة كبد لأن سنه كان يقارب ال60. فضل الكابتن صالح ياخد جلسات طبية في لندن ساعتها. ما كانش حد يعرف سبب زياراته المتكررة إلى لندن في الوقت ده. الصحف ساعتها اتهمته بإهماله في إدارة النادي الأهلي. كان كابتن صالح سليم كان ثابت وفضل عدم الإفصاح عن أي تفاصيل مرضه حتى وقت وفاته. يوم 6/5/2002 صدمة في الشارع الأهلاوي بعد وفاة المايسترو صالح سليم.
23 يوليو 85 طلع كابتن محمود الجوهري قال هستقيل وهاجم النادي الاهلي في جريده الاهرام. قال في جمله شهيره نزلت في جريده الاهرام ان العقبات تواجهني منذ وقت تعييني. الجوهري قال لو عايزين ارجع اقود الفريق من تاني ادوني كل الصلاحيات اداريا وفنيا، كمان مشوا المشرف على الكوره ومدير الكوره، دي شروطي. بعدها يطلع النادي الاهلي في نفس الجريده يكذب الكابتن محمود الجوهري، خلي 16 لاعب من الفريق الاول يتمردوا على الفريق كان قبل مباراه ضد نادي الزمالك. ده غير ان كان في لعيبه مهمه في الفريق كان متواجده مع المنتخب وقتها، يعني قوام الفريق تقريبا مش هيكون موجود، وده كان قبل مباراه القمه. طبعا كل ده يخلي اداره النادي الاهلي تروح تطبطب على الجوهري وتقول له هنعمل لك كل حاجه بس تعالى هات اللعيبه وتعالى، لكن ده ما حصلش. وقرر النادي الاهلي قرار تاريخي بقياده الكابتن صالح وقتها ايقاف 16 لاعب لمده شهر وشاط ب7 لاعبين، ويطلع كابتن صالح ويقول جملته الشهيره اللي بتتردد لحد دلوقتي: الاهلي فوق الجميع. يخوض النادي الاهلي لمباراته قدام الزمالك في الكاس بالناشئين ويقدر يفوز بنتيجه 3-2. في نهائي البطوله العربيه سنه 95 المنظمين قالوا له يقعد في صف ورا الرئيس مبارك، فرفض وقال نصا صاحب البيت ما يبقاش ورا، هدد بالانسحاب لحد ما الرئاسه خلوه يقعد في الصف الاولاني جنب الرئيس مبارك. صالح سليم رفض يلعب مباراه وديه نظمها ابراهيم نافع رئيس مجلس اداره جريده الاهرام وقتها بتكليف من الرئاسه بسبب حادث قطار الصعيد، انه يعتبر ان ده قرار النادي مش قرار جهه تانية. ومواقف كتير ممكن نحكيها عن الكابتن صالح سليم ما تخلص. دي كانت قصه الراحل المايسترو صالح سليم اللي توفى عن عمر يناهز 72 سنه، اللي خرجت جنازته من النادي الاهلي بمشاركه الالاف. انتهت اسطوره المايسترو، رحم الله المايسترو صالح سليم. لو عجبك الفيديو اعمل لي لايك واكتب رايك في الكومنتات واعمل لي شير، وعندك صفحات على اليوتيوب وعلى الفيسبوك وعلى التيك توك، روح اعمل لي متابعه على كل صفحه وانتظر المزيد من الفيديوهات. بس اكيد تقول لي رايك في الحلقه في الكومنتات.